مساء النور خواتاتي المغربيات وخوتي المغاربه فين ما كنتو، نتمنى تكونوا على خير وبخير ورمضان كريم وصيام مقبول. المنتخب المغربي لكرة القدم غادي يواجه اليوم في الليل المنتخب الموريتاني، اللي كتعتبر مقابلة ثانية ودية في إطار التواريخ ديال فيفا اللي دات فيفا ديال هاد لي ماتش أميكو. اللي تفرج في المقابلة الأولى وحتى في المقابلات اللي سبقات في الكان غادي يلاحظ بأن المغرب كيعاني فعلا، المنتخب المغربي بالأحرى كيعاني فعلا من أزمة على مستوى خط الهجوم. وهاد الأزمة تأكدات في المقابلة ديال أنغولا، لأنه دخلنا بكعبي ما قدرش يسجل، ودخلنا باش عاود شونجينا ودخلنا بنصيري في الشوط ديال المقابلة الشوط الثاني وما قدرش حتى هو يسجل. وكيبان انه رغم العمل اللي داروا او بدلوا او المجهود اللي بذل الوافد الجديد دياز، فما كانش يعني شي نتيجه على مستوى الهجوم، وما استطعناش نسجلوا اهداف وكنضيعوا. كنكري دي زوكازيون، كنديروا فرص، ولكن ما كنقدروش نسجلوها وما كنقدروش نترجموها لاهداف. علاش؟ واش الخدمه ديالي هذه؟ واش الخدمه ديالك انت اللي كتفرج فيا؟ هذه الخدمه ديال المدرب. الا كان هنا مدرب يعني كيتدعى له واحد الاجر كبير في نهايه الشهر، وكيشتغل وموفر له جميع الظروف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بالرئاسه ديال في شخصها زعما الرئيس ديالها السيد فوزي القجع، فكنظن ان وليد الركراكي خصو يجلس للارض وخصو يفكر باسلوب اخر ويحاول يدير خطط بديله، خطط جديده، وينشط ديك الخطط على مستوى ارض الملعب من خلال اللاعبين اللي كيتوفر عليهم، واللي هما لاعبين قويين ولاعبين تبارك الله متميزين بزاف. فانا ما كنشوف انه يعني من العيب والعار انه دوله كالمغرب 40 مليون ديال بنادم ما قدرش تعطينا مهاجم ان تيور قتال قدام المرمى كيدخل كيمركي. كنا كنتفرجوا في بزاف ديال المهاجمين اللي عرفهم المغرب على التعريف على مراحل مختلفه، ولكن عرف بان كانوا بزاف ديال المهاجمين اللي كانوا متميزين. البوساتي عند قنيطره كانوا الدراري تبارك الله فرتوت، ناظر كاماتشو، عبد الجليل هداف في النادي الكناسي، وعبد الجليل هداف كنتي تعطيه كره بالراس غيماركيها، وكنتي تعطيها له حتى بالرجل. وكنا حنا مكانسه في ديك الوقت كنعيبوا على كاماتشو، كنقولوا عطيها له برجلو ما كيعرفش يلعب برجلو، ولكن كيلعب براسو مزيان. وبالعكس كاماتشو كنتي تعطيها له على مستوى الرجل كيدخلها الشبكه ما فيهاش النقاش. والدليل على ذلك المونديال ديال 1998 في فرنسا راه سجل برجلو. وبالتالي من تما لهنايا ربما كان الشماخ واحد الوقت كان مهاجم في المستوى الكبير، ما عاودناش شفنا شي مهاجم صريح اللي قتال كتدخلوا كتعرفوا بان هذا غادي تعول عليه، بحال الغريسي في 93 ضد زامبيا باش اهلنا لكاس العالم، ديال 94 بحال بزاف عدد رغيب ديال النهضه السطاتيه، وزيد. وكانت واحد المنافسه قويه في المغرب بين المهاجمين، وكان حتى الناخب الوطني دائما كيحير في شكون غيدي هذا ولا هذا، وكان دائما اللوم لا كنت ديتي هذا وما ديتيش هذا، داك اللوم الكلاسيكي. ولكن المهم كان عندنا اختيار. دابا ما كاينش الاختيار، دابا ما عندك النصيري كيدخل. النصيري الصراحه ما كيعطيش في المنتخب، وهذا مشكل. بزاف غادي يقول لك وي عطاه في كاس العالم. كاس العالم داز من الماضي، الكره ما كتعترفش بالماضي، كتعترف بالحاضر. وشوف النتائج، واش درتي شي حاجه دابا؟ دخل ضد انغولا ما سجل حتى شي حاجه، ما دار حتى شي حاجه. والكعبي اللي كنا عوالين زعما انه يدير شي نتيجه ما دارش. وبالتالي فهناك مشكل حقيقي على مستوى خط الهجوم، اللي كنقولها ونعاود ناكد عليها. الناخب الوطني وليد الركراكي وحنا كنثيقوا فيه ومع الطاقم ديالو، خصهم يحاولوا ما امكن ينقبوا ويشتغلوا بطريقه احسن وافضل باش يجيبوا لنا شي مهاجم قتال. خصنا شي واحد قتال. السلام عليكم.